اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. النهارده فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ عبير. وصفتنا النهارده هنعمل مع بعض الفطير المشلتت الفلاح. بجد والله من احلى الطرق ومن احلى الحاجات الجميله اللي انا بحب اعملها. طبعا الشتاء بيحب المعجنات بقى عشان ندفي المكان وكده. النهارده هنعمل مع بعض ايه؟ الفطير المشلتت الفلاح. مكوناتنا ايه النهارده؟ بسيطه جدا، ما فيهاش اي حاجه. معانا 3 معالق سكر، ومعانا ايه نص معلقه ملح عشان نعمل تعادل بين الاتنين. طبعا السكر عشان خاطر لو انت مش هتاكليه بحاجه يبقى تحسي ان حته الفيتا كده طعمها مسكر. وتعالى معانا برضو ايه معلقه بيكنج باودر صغيره، دي اللي هتدي ايه يعني تخلي العجين ايه مش مكتومه، هتبقى يعني هشه كده ونفشه. ومعانا طبعا ميه دافيه للعجن. طبعا العجينه ما فيهاش خميره ولا حاجه، بس احنا ايه لازم تتعجن بميه دافيه. اول حاجه هنعملها هنحط ايه معلقه البيكنج باودر بتاعتنا، وهنقلبها ايه على الدقيق كويس جدا كده بالشكل ده كده. وهننزل بايه بذره الملح او نص معلقه ملح. والسكر هندوبه في ايه في كوبايه عشان خاطر ما يبقاش مخرز وانت في العجينه وانت بتعجني. هنحط السكر في كوبايه دهوت. طبعا العجينه بتاعتنا هتاخد من كوبايتين ل3 كوبايات ميه دافيه. طبعا نوع العجين نوع الدقيق بيختلف من دقيق لتاني، يعني يعني في دقيق بياخد سوائل وفي دقيق ما بياخدش. هنحط السكر بالشكل ده كده، ايه ناخد نص كوبايه ميه ايه نقلبها كويس جدا لغايه اما ايه السكر يدوب. خلاص كده السكر بتاعنا داب. هننزل ايه على العجينه بتاعتنا بكل سهوله، مفيهاش اي حاجه. وهناخد ايه كمان كوبايه ميه عليهم زي ما قلت لكم. هنحط ايه كوبايه ونص الاول، وبعد كده هنشوف هتعوز تاني ولا لا. لقيت حبه سكر في القعر كده هندوبهم برضو. النهارده هنعجنه في العجان. انت طبعا لو هتعجنيه على ايديكي هياخد حوالي ربع ساعه عجن، انما انا ايه العجان بدل موجود خلاص هنعجن فيه. هنقلب المكونات دي مع بعض كويس جدا كده بالشكل ده كده، وهنعجنها لمده 10 دقايق في العجان. اعجنها بقى وارجع لكم تاني. خلاص كده العجينه بتاعتنا ايه اتعجنت كويس جدا زي ما قلت لكم. طبعا من نجاح الوصفه العجن، لو عجنتي كويس العجينه الوصفه بتاعتك تطلع ناجحه جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله؟ شايفين العجينه عامله ازاي؟ احنا ده اللي احنا عاوزينه. بتمط معانا ازاي؟ جميله جدا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحط ايه هنحطها في العجان زي ما هي كده. هنحط عليها بس حبه زيت وهنسيبها لمده ساعه او نص ساعه. طبعا هي ما فيهاش خميره ولا حاجه، بس احنا عايزين العجينه ترتاح معانا عشان تتفرد ايه بكل سهوله. هنلمها بالشكل ده كده زي ما قلت لكم. وهنجيب ايه حبه زيت هنحطها في ايه في العجان. بسم الله الرحمن. شايفين العجان زي القشطه؟ ده يدل على انها اتعجنت كويس جدا. كده اهو بالشكل ده كده عشان العجينه ما تنشفش مننا من فوق الوش ولا حاجه. هنحطها في العجان ونسيبها ايه لمده ساعه نص ساعه ترتاح كويس جدا، وبعد كده نرجع ايه نقطعها، وبعد كده ايه نشوف هنعمل ايه. خلاص العجينه عدى عليها نص ساعه زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليها. هنقطعها بقى ايه كور. هنقطع الاول ايه هعملها الكيلو هعمله 3 فطاير. هنقطع 3 كور كبار عشان نفردهم في الاول كده بالشكل ده كده. طبعا جبنا صينيه ودهنينها زيت. بس طبعا انا بحب اعمل الفطير المشلتت بالسمنه البلدي او اللي هي الزبده فرن، بيبقى طعمه جميل جدا. شوفوا قطعه كده اهي. دي ايه اللي هنحطها في الارضيه الفطيره نفسها اللي هنكون عليها الفطير، الكور اللي احنا هنحطها عليها. هناخد برضو قطعه تانية كده حلوه كبيره كده ونلمها بالشكل ده كده. طبعا اهم حاجه تدهنيه بالزيت عشان خاطر ما ينشفش الوش، ما ينشفش معاكي. نعمل ايه التالتة 3 كور بالشكل الجميل ده كده.
طبعا الفرن ما بتعملش بسمنه بلدي ولا حاجه اكيد، يعني بتعمل بالسمنه اللي هي مثلا كريستال او اللي هي العاديه، يعني مش سمنه بلدي. ده انت هتعمليه في البيت ضمناه طبعا. هنعمل بقى كور صغيره بالشكل ده كده، برضو هنلمها كده اهو. طبعا العجينه ارتاحت معانا ولسه هنريحها تاني بعد ما نكورها. هنعمل كور بالشكل ده كده اهوت، زي ما انتم شايفين كده، كور صغيره كده اهوت. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنكور بالشكل الجميل ده كده ونحط في الصينيه زي ما انتم شايفين كده اهو. هكمل بقيه الكميه وارجع لكم تاني. هنا بقى خلاص خلصنا ايه تكوير العجين. هنجيب ايه حبه زيت كده في ايدينا كده اهو بالشكل ده كده، وندهن ايه وش العجين عشان ايه ما يقشفش ولا ينشف مننا اهو بالشكل الجميل ده كده زي ما انتم شايفين. وهنسيبها برضه ترتاح لمده ايه ربع ساعه، وبعد كده نرجع نفردها بكل بساطه. هنجيب بقى ايه كيس كده بالشكل ده كده ونغطي العجينه بتاعتنا كويس جدا عشان خاطر زي ما قلت لكم ما تنشفش معانا ويبقى مشكله جامده. هنرجع بقى ربع ساعه وارجع لكم تاني. واو بقى طبعا العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده ارتاحت، عدى عليها نص ساعه. هنعمل بقى ايه الفطير بتاعنا الجبار. طلعوا 39 كوره. طبعا هنعمل ايه، هنعمله 3 فطيرات. اول فطيره هنعمل في الصينيه الكبيره دي 15 كوره. اول حاجه هنعملها هنجيب ايه سمنه وندهن الصينيه بتاعتنا كويس جدا كده اهو بالشكل ده كده. دي ايه سمنه بلدي سمنه فرن على سمنه بلدي مخلطه الاتنين مع بعض. وهندهن الصينيه بالشكل ده كده خلاص كده. وهنجيب بقى ايه اول كوره نعملها اللي هي الكبيره اللي هنعمل بيها ايه، هنعمل عليها ايه بقيه الكور. بسم الله نسمي الله كده ونصلي على الرسول. هناخد ايه قطعه سمنه وندهن ايه المفرش بتاعنا بالشكل ده كده. شفت العجينه بتاعتنا ما شاء الله الله اكبر عليها. طبعا عشان مرتاحه بتتفرد معانا بكل سهوله كده اهوت من جوه لبره من جوه لبره. ندهنها برضو سمنه عشان تفرد ايه معانا بكل سهوله برضو كده اهوت زي ما انتم شايفين كده. العجينه بتاعتنا مرتاحه جدا. نفرد كده اهو بالشكل الجميل ده كده. خلاص كده فردنا العجينه الايه الكبيره الاول، اول كوره كبيره زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده كده. هنركنها بقى ونجيب بقى ايه بقيه الكور الصغيره ونفردها برده بنفس الطريقه ونحط فوق بعض كده 15 كوره. هنجيب بقى سمنه برده وندهن كده بالشكل ده كده. شايفين بسم الله ما شاء الله الله اكبر، عجينه زي العسل بجد والله. طبعا مخدومه في العجن ومرتاحه كويس جدا. نفردها بالشكل ده كده، وحتى لو اتقطعت معاكم مفيش مشكله كده اهو بالشكل ده كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نذكر ربنا كتير عشان ربنا يبارك لنا فين في الولايه. هنفرد بالشكل ده كده. بس انا حاسه ان المفرش السيليكون مش مساعدني، فهجيب صينيه افرد عليها احلى من كده كده اهو بالشكل ده كده. وبعدين نشيل ونحط ايه العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. نحطها طبقات كده ونفردها عشان ما تبقاش مكلكعه بالشكل ده كده. نجيب كمان كوره كمان افردها معاكم، وبعد كده اكمل بقى ايه بقيه الفطير بالشكل ده كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنفرد بالشكل ده كده بسرعه كده، طريقه سهله جدا وبسيطه. نص ساعه هتكوني عامله. طبعا التسويه طبعا مهمه جدا، اهم حاجه في الفطير
التسويه الصح هي اللي بتطلع معاكي فطيره جميله جدا مورقه. زي ما قلت لكم لازم يخش على درجه حراره عاليه جدا الفطير. فردنا الورقه بالشكل ده كده العجينه، وهنحطها ايه على اختها برضو. نفرد كده اهو زي ما قلت لكم عشان ايه ما تطلعش معانا ايه مكلكع كده اهو. هكمل بقى بقيه الكميه بالطريقه دي وارجع لكم تاني. هنا بقى هنعمل ايه الصينيه التانية بطريقه تانية. يعني ايه الاولانيه فردنا ايه الكره الكبيره الاول، بعد كده ايه حطينا فيها ايه الكور التانية. المره دي بقى هنعمل ازاي؟ هنفرد الكوره بالشكل ده كده ونحط كوره جوه كوره ونقفلها. الطريقتين دول احلى من بعض طبعا. زي ما قلت لكم طرق جميله جدا للفطير وكتيره جدا للفطير بتتعمل بيها. هنفردها بالشكل ده كده، وبعدين هنجيب اللي احنا فردناها قبل كده بالشكل ده كده، وهنلم ايه العجينه كده الفطيره بالشكل ده كده ونطبقها كأن ايه ظرف، ونروح ايه راكنينها كده ونعمل اللي وراها. الطريقه دي سهله جدا وجميله وبسيطه. اللي طريقتين احسن من بعض، بس انا بقولك السهله بالنسبه لك اعمليها اهو. نفردها بالشكل ده كده اهوت رقيق جدا عشان الفطير يطلع معانا مورق كده وجميل زي اللي بتجيبيه من بره واحلى كمان. ده يكفي انك عاملاه بايديك اهي. الطريقه دي جميله جدا برضو زي ما قلت لكم. هنفردها كده اهو من جوه لبره كده، وبعدين نحط ايه اللي احنا عملناها ونطبق نعمل ايه ظرف زي ما قلت لكم كده اهوت، ونروح جايبينها كده وكده. اظن مفيش اسهل من كده. دي كمان كوره ونوريها لكم برضو عشان ايه البنات اللي لسه بتتعلم تعمل الفطير. هنفردها بالشكل ده كده برضو كده اهوت بايديكي الاتنين كده من جوه لبره من جوه لبره كده اهو. مش عايزين الحرف يبقى تخين عشان خاطر ما تطلعش معاكي تخينه يعني وكده، تبقى تقيله مش هتبقى طعمها حلو. بالشكل ده كده نفردها وهنحط برضو ايه اللي احنا عملناها كده اهو. في اسهل من كده اهو كده اهوت. برضو هنكمل بالطريقه دي لغايه ما نخلص ايه بقيه الكميه. خلاص بقى زي ما انتم شايفين كده فردنا الكره الكبيره ولمينا ايه كل الكور اللي احنا فردناها بالشكل ده كده، وهنغطيها ونسيبها ايه تهدى شويه كده. وهنجيب بقى ايه اللي احنا ايه عملناهم في الاول خالص زمانهم خلاص ارتاحوا عشان ايه نديلهم بقى قشطه وسمنه. ماشي يلا. هنا بقى دي اول صينيه ايه فردناها. هنجيبها وهنفرد ايه العجينه بتاعتنا بالراحه جدا. شايفين العجينه بتاعتنا سلسه ازاي وبتتفرد بكل سهوله عشان هي مرتاحه جدا بالشكل ده كده. طبعا افرديها على قد السمك اللي انت عاوزاه. اهم حاجه ما تعملهاش رفيعه عشان تطلع معاكي كده مليانه وكده وحلوه. طبعا جبنا قشطه وحطينا عليها معلقتين سمنه وضربناهم مع بعض كده عشان ايه ندهن الفطير بتاعنا بالقشطه. وعيشي حياتك بقى. هنفردها بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. العجينه مرتاحه جدا معايا. شايفين الفقاقيع دي؟ اللهم احسن ما بين ايدينا يا رب. هنفرد بالشكل ده كده زي ما قلت لكم من جوه ايه لبره، وبعدين هنجيب القشطه بتاعتنا ونفردها ايه على الفطيره بتاعتنا. طبعا مولعين البوتاجاز على اعلى درجه، الشبكه فوق الفرن على طول، يعني مش تاني دول، لا فوقيها بالظبط، عشان الفطير طبعا زي ما انتم عارفين بيعوز ايه نار عاليه. هنجيب بقى القشطه بتاعتنا كده ونفرد الجمال ده كده بالمعلقه بقى بايدينا مفيش مشكله. انا هفرد بايديا عشان ايه اعرف افرد كويس كده اهو بالراحه كده زي ما يدور كده. هنا بقى خلاص فردنا القشطه زي ما انتم شايفين كده. هناخدها على البوتاجاز زي ما قلت لكم على درجه حراره عاليه جدا وهنحطها في الفرن. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هنفرد برضو نفرد بقيه العجينه برضو الفطير هو في الصواني، وهنحط عليه القشطه بنفس الطريقه. واول ما يطلع من الفرن هوريكم. وده بقى شكل الصواني بعد ما طلعت من الفرن. شايفين الجمال؟ شايفين بجد والله الجمال عدى الوصف. مستويين جدا من تحت ومحمرين من فوق زي ما انتم شايفين. طبعا اول ما خدوا لون من تحت رحت مشغله الشوايه
ودي الصينيه التانية، والصينيه التالتة في الفرن طبعا اهي. شايفين الجمال؟ طبعا اول ما بيطلعوا من الفرن لازم تغطيهم عشان ايه ما ينشفوش معاكي. هنطلع بقى الصينيه التالتة ونقدم بقى الايه الفطير مع بعض كله. ده بقى شكل الفطير بتاعنا بعد ما برد تماما وغطيناه بقى زي ما قلت لكم عشان ما ينشفش. انتوا شايفين التسويه؟ تسويه بجد والله ما لهاش حل. بصوا الفطيره عامله ازاي، خاصه في ايديكي، جميله. بصوا طريقه بجد جميله جدا وسهله وما فيهاش اي تعب خالص. طبعا هنقدم معاها بقى ايه عسل اسود وجبنه قديمه وعيشي حياتك بقى. ويا سلام بقى لو في عسل ابيض وقشطه. طبعا الطريقه جميله جدا وسهله وبسيطه، جربوها مش هتندموا ومش مكلفه خالص. ده الموضوع كله كيلو دقيق وربع كيلو سمنه، لا اكتر ولا اقل. طبعا لا هنحتاج تخمير ولا تعب فيه ولا اي حاجه خالص. طريقه سهله جدا وبسيطه. طبعا لو عجبكم الفيديو متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلوك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.